قاد نجم فريق ليفربول محمد صلاح كتيبة أرني سلوت إلى تحقيق فوز صعب في مباراة اليوم ضد ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. واستضاف ملعب سانت ماري مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة 12 من البطولة، حيث فاز ليفربول ب3 أهداف مقابل هدفين. وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي، وسجل هدفين، الثاني والثالث لصالح ليفربول. وسنحت فرصة أمام محمد صلاح في الدقيقة 6 من الشوط الأول، بعدما مرر دومينيك سوبوسلاي الكرة للمصري بعد مرتدة رائعة، قبل أن يسددها الأخير بقدمه اليسرى وأبعدها الحارس إلى ركنية. ومنع حارس ساوثهامبتون محمد صلاح من التسجيل بعدما تصدى لفرصة جديدة في الدقيقة 21 عقب عرضية من جاكبو. ولم يظهر محمد صلاح بشكل قوي في الشوط الأول عكس الثاني، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 65. الهدف جاء بعد تمريرة مثالية من جرافن بارك من قبل منتصف الملعب، ووصلت الكرة إلى محمد صلاح الذي استغل خروج حارس الخصم ووضعها بمهارة في الشباك الخالية. وحاول لويس دياز توصيل كرة عرضية إلى محمد صلاح في الدقيقة 76، ولكن دفاع ساوثهامبتون تدخل في الوقت المناسب وشتت الهجمة. وشهدت الدقيقة 82 تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لكتيبة ليفربول، بعدما نفذ ضربة جزاء بنجاح، محتفلا بعدها بجنون حيث خلع قميصه وتحصل على بطاقة صفراء. وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الثالث له، الهاتريك، والرابع لليفربول في الدقيقة 85 بعد تسديدته للكرة، ولكنها جاءت أعلى المرمى خارج الملعب. وتكرر الأمر في الدقيقة 88 بعدما سدد محمد صلاح كرة قوية على الطائر، ولكن القائم منعه من تسجيل الهاتريك. وتحصل محمد صلاح على خطأ لصالحه بعد تدخل قوي من لاعب ساوثهامبتون ستيفنز في الدقيقة 98 والذي كلفه بطاقة صفراء. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.